انظروا إلى هذا العنكبوت ولماذا ضرب الله مثلا به. الله سبحانه وتعالى يقول إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هل تعلم أن العنكبوت الأنثى هي التي تبني البيت؟ ولذلك الله عز وجل ذكرها مؤنثا كمثل العنكبوت اتخذت. وهذه تحتاج إلى بحث. العلماء الأوروبيون مؤخرا باش بدأوا يكتشفوا هذا. الرجل موجود للتزاوج مسكين، وبعد نهاية المهمة تاعه تأكله الأنثى، تأكله الأنثى. ولذلك كثير منهم شافوهم يفرون بعد أداء المهمة، يهرب وإلا تأكله. هذه بيت العنكبوت. لما تبيض العنكبوت ويخرج أولادها يأكلون بعضهم ثم يأكلون أمهم. كل ليس لك هو الناجي. بيت شرس، بيت ليس فيه أخلاق. العنكبوت لا يرى لمسافات طويلة، يرى أمام عينيه قدام بضعة سنتيمترات، لا يرى بعيدا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت لا يرون بعيدا، شوفوا قدامهم فقط. العنكبوت أيها الإخوة، العنكبوت لا يعيش حياة جماعية كالنحل والنمل ولا حياة المنظمة. عيش فرداني وحده، همل مسموم فيه بعض الأمور السمية. ذلك الذين اتخذوا من دون الله أولياء يبثون السموم بين الناس. قال لك هذا المثل عادي، يعني مثل عادي. شوفوا الناس ماذا توصلت أيها الإخوة، شوفوا وين توصلوا. لكن يا إخواني، الله سبحانه وتعالى لما يقول إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، هذا البيت التي اتخذته هذا العنكبوت من أوهن البيوت. لماذا؟ لأنه جميع المخلوقات لما تبني بيوتها تبني بيوتا صلبة صحيحة ما عدا العنكبوت. وأيضا هذا الخيط الذي يخرج منها، الخيط الدقيق اللي هو أدق من الشعر تاعك ب10 مرات، هذا الخيط هذا تعرف من مشكلته أنه يصنع منه الألبسة الواقية للرصاص. في عصرنا تحب تروح تشوف أشرطة كيف يصنعون منه يعني ألبسة واقية للرصاص. إذن الخيط هذا صحيح وقوي، فلماذا قال القرآن الكريم إن أوهن